أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة في قناة التنوير. اليوم أستضيف الزميل والصديق الدكتور عبد العزيز الجناعي للحديث والنقاش حول ما هي الليبرالية، ما هي العلمانية، لأن كما تعلمون وكما نعرف كلنا الكثيرين حقيقة يعني وايد الناس تسأل تقول شنو العلمانية؟ ما هي العلمانية؟ ما هي الليبرالية؟ هناك من يعتقد بأن الليبرالية هي دين، وهناك من يعتقد بأن هي الليبرالية معتقد، وهناك من يعتقد بأن الليبرالية تمثل منافس للدين، وإلى آخر هذه التصنيفات اللي تم ترويجها عند العامة، وبالتالي أصبح هذا الأمر بأذهان الناس والصورة الذهنية عند الناس بأن الليبرالية شيء خارج المألوف وشيء يعني خارج المعتقد ومنافس للمعتقد. أنا أتذكر بهذه المناسبة يعني نبيل العوضي عندما تكلمت عنه في أحد الحلقات كان كاتب من ضمن العبارات مقالة عن الليبرالية والليبراليين، كان مسمي الليبرالية ملة، واعتبرنا ملة يعني كأننا نحن من ملة من أو إحدى ملل المعتقد والدين وإلى آخره، وهذا الحقيقة منافي للحقيقة. لذلك يعني أنا ارتأيت إجابة واستجابة لطلبات الكثير من المشاهدين والمتابعين الذين دائما يسألون ما هي الليبرالية، ما هي العلمانية، يريدون أن يستزيدوا بهذا الأمر، يريدون أن يتنوروا بهذا الأمر، يعرفوا بأن ما هي الليبرالية. لذلك حصل نقاش بيني وبين الدكتور عبد العزيز الجناعي زميلنا وصديقنا، وكان الاتفاق أن نعقد هذه الحلقة المشتركة بيني وبينه نتحدث بها عن ما هي الليبرالية، ما هي العلمانية، وكيف نشأت ولماذا نشأت وأسباب نشوئها وإلى آخر هذه التساؤلات. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز، ويعني الحقيقة نتشرف أن تشاركنا بهذه الحلقة الخاصة في قناة التنوير عن الليبرالية. وكما يعني سمعت في المقدمة نبي نسمع منك بشرح تفصيلي مبسط غير معقد للمشاهدين لمعنى الليبرالية، معنى العلمانية، كيف نشأت الليبرالية، كيف نشأت العلمانية، وما هي مردودها على المجتمع اللي تبنى هذه المنهجية للنهوض كمجتمع كامل. نعم، هلا فيك ابو خالد، وحيي السادة المشاهدين في حلقاتنا الاستثنائية هذه ما بين برامجنا المعتادة على قناة التنوير. الموضوع اللي طرحته ابو خالد فعلا جدا يعني رائع، خصوصا في هذا الوقت وفي هذا الحراك المجتمعي نحو معرفة حقيقة الأفكار اللي قاعد تطرح ضد العلمانية وضد الليبرالية، واللي أخذت منحى خطير. فعلا تم يعني إطلاق اتهامات متعددة على العلمانيين وعلى الليبراليين، وصلت إلى التعرض لشرفهم، إلى أخلاقهم، إلى يعني مستوى منحدر من الثقافة ومن الفكر ومن الازدراء يعني اللي يحملها كثير أو عدد كبير من أصحاب التيارات الإسلام السياسي. يعني بشكل مبسط دائما العلمانية تواجه هذه التهمة، ولا يواجه هذه التهمة إلا من نجح، من استطاع أن يقدم شيء للمجتمع وللفرد يتم محاربته بشكل قوي، وخصوصا من التيارات الدينية. العلمانية نجحت نجاح منقطع النظير، بنت مجتمعات، ساعدت على تطوير الأداء، على تنمية الذات، على إيجاد أرضية خصبة لمفاهيم العدالة وحرية الإنسان والمساواة، وعلى أساسها أيضا انبثقت مواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اتفاقيات حقوق الطفل، اتفاقيات المرأة سيداو وغيرها. العلمانية بما تعنيه بشكل مبسط، ويمكن أنت ذكرتها أبو خالد في إحدى برامجك وأنا أيضا ذكرتها كثيرا في برامجي، أن العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن عدم إدخال
إدخال العنصر الديني أو المنظومة الدينية في مجال الدولة ومجال المجتمع ومجال السياسة والاقتصاد. طيب خلينا في هذه الجزئية دكتور، لأن هذه الجزئية مهمة جدا. يعني هناك دائما من يطلق على الليبراليين العلمانيين بأنهم هذول كفرة وهذول يحاربون الدين وهذول يعني يعارضون المعتقد ويحاربون الشريعة وإلى آخره. يعني ليش هم لجأوا إلى هذه التهمة؟ وما هي أسبابها؟ يعني ليش اتهموا الليبراليين العلمانيين بأنهم هؤلاء يحاربون الدين؟ لأن منظومة الليبرالية، طبعا الليبرالية احنا خلينا نعرفها للسادة. هل هي بالفعل الليبرالية تحارب الدين والعلمانية تحارب الدين هي؟ لا يعني طبعا هذه اتهامات يعني خاطئة جدا، ودائما نكررها بأن هذه تهمة جاهزة معلبة من تيارات الإسلام السياسي. هي ليست حقيقة وليست يعني قائمة، هذه التهمة ليست قائمة على أرض الواقع، ولكن إنما تطلق من قبل رجال الدين ومن قبل الكهنوت الإسلامي. الليبرالية بما تحويه من منهج يقوم على الحرية الفردية وعلى الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بينما العلمانية هي فصل الدين عن الدولة. الليبرالية منهج تفكيري، بينما العلمانية هي منهج إدارة مجتمع. إذن يعني هي مش معتقد ولا دين يعني كما يروجون. لا يعني طبعا لا. طيب ما الشيخ نبيل العوضي بارك الله فيه قال بإحدى، مثل ما تكلمت في المقدمة، قال في إحدى مقالاته بأن هذه ملة. بالضبط، يعني مو بس يمكن نبيل العوضي، الشيخ نبيل العوضي، كثير من رجال الدين يعني في دول الخليج بالذات، يعني حتى في فتوى السعيدان يمكن نقلتها أنا في أحد برامجي، يعني أطلق يعني أصدر حكمه بالكفر، بأنهم هذول يعتبرون ملة كافرة ومجموعة فرقة، يعني فرق جمعهم مع الرافضة مع المعتزلة مع الإسماعيلية وغيرها، جمعهم بأنهم هذول ملل كافرة خارجة عن الإسلام، من يعتنقها فهو كافر. حتى من ينشر، يعني تخيل أن من ينشر هذه الأفكار كافر. هذه يعني الآن وفق هذه الفتوى أنت وأنا كفار مرتدين. نعم، يعني للأسف أنه يجوز يعني في أي شخص مغرر به باستطاعته أنه يسل سيفه أو يعني رشاش ويقتلك بناء على فتوى، كما تم مع فرج فودة، فتوى دينية أطلقها الغزالي وتم قتله بناء على الفتوى. فبالتالي فتوى التكفير العلمانية والعلمانيين والليبراليين جاهزة موجودة، بس فقط تحتاج إلى من ينفذها. يعني احنا وصلنا إلى الدرجة هذه من الخطورة ومن العداء للآخر لمجرد فكرة. طيب ما هو التفسير المنطقي والعقلاني لإصدار مثل هذه الفتاوى؟ ليش يصدرون هذه الفتاوى رغم أن يعني هم يعرفون والآن كل المعلومات أعزائي المشاهدين موجودة على الإنترنت؟ يعني ممكن بكل بساطة أي واحد يقدر يدخل على النت ويشوف ما هي العلمانية، ما هي الليبرالية، ما هي أي معلومة بالضبط. مو معقول يعني هذا شيخ الدين الذي أصدر الفتوى مو معقول ما يعرف أن هذه ليست ملة، هذه ليست دين، ليست مذهب، ليست معتقد ديني. بالضبط. وبالتالي ليش يعني يصدر هذه الفتاوى؟ طبعا هناك عدة أسباب. يعني السبب الأول لإبقاء المجتمعات جاهلة. رجل الدين يسعى دائما، يعني رجال الدين الكهنوت الديني في أي مجتمع يعني يحكم، من مصلحته أن يكون المجتمع أو الشعوب الأفراد جاهلين. حتى ليش جاهل؟ حتى لا يطالب بحقوقه. نعم صحيح. حتى لا يطالب بالمساواة والعدالة والحرية. لذلك دكتور نراهم كل يعني التيارات الإسلامية بما فيهم بوكو حرام. نعم. حرام حسب الترجمة، تعليم حرام، التعليم الغربي حرام. يعني يحرمون التعليم. بالضبط. يعني هل يعني معنى ذلك انه دائما نرى بان هم يركزوا على المرأة، على عدم تعليم المرأة؟ مثل البنت ملالة يوسف تم اغتيالها لأنها طالبت بتعليم البنت، يعني وهي بنت صغيرة يعني. بالضبط. طيب يعني سؤال هني،
ليش دائما تركيزهم على المرأة بأنها تكون المرأة جاهلة؟ نعم، المرأة بما تحمله من طاقة وبما تحمله من أداء وبما تحمله أيضا من مشاركة عقلية وجدانية نفسية مع الرجل، يشكلون ثنائي خطير يعني في أي مجتمع حر متقدم. يستطيعون البناء، النهضة، التقدم، الابتكار، الخلق. لكن إذا تم شل هذا الجزء الهام في أي مجتمع دينيا، بالتالي أنت أوقعت المجتمع في يعني خلخلة معرفية. يعني هل ممكن المرأة الجاهلة كما يقال الأم مدرسة إن أعددتها شعبا طيب الأعراق، يعني إذا المرأة كانت جاهلة وغير متعلمة، هل هذه المرأة قادرة على أن تنتج مجتمع متعلم؟ لا. مجتمع راقي، مجتمع يتفاهم بلغة الحوار؟ يعني هل هو هذا المقصود بأن يتم خلق بأن لا تتعلم المرأة لكي لا تخلق لها جيل متعلم؟ بالضبط. طبعا لا شك هناك في استثناءات حقيقة، يعني لابد أن نعترف فيها. أكيد. في كثير من أمهاتنا ليست متعلمات، لكن ممكن نحن جيل خدم انفتاح منفتح، ما كان في خدمها الجو، يعني الجو العام، المناخ. الرجال كانوا مثقفين، يعني يساعدون المرأة، فترة الطفرة، الفترة اللي كنا نسميها أيام الزمن الجميل، الخمسينات والستينات. بالضبط. التي انطلقت فيها طريحة الإنسان العربي بالإبداع في الموسيقى والفن والطرب والأدب والسينما والمسرح. كل هذه الفترة، يعني هذه الفترة قبل الصحوة الإسلامية وقبل الثورة الإيرانية. هذه الفترة عاشت الشعوب في تدينها الحقيقي، في إسلامها الحقيقي اللي الخاص الفردي، يعني بمعنى أن الشخص ما يفرض هذا الدين على الآخر، ما يقصي الآخر لأن هذا مسلم، هذا كافر، هذا سني وهذا شيعي إلى آخره. بالعكس، عاشت الشعوب متحابة متراصة اجتماعيا سياسيا بكل مجال في الحياة بشكل هادي. لكن حينما يعني صارت في السبعينيات الثورة الإسلامية وبعدها الصحوة الإسلامية أيضا. لا، هي جاءت الصحوة الإسلامية بالمنتصف السبعينات، تم يعني نعم تم بعدها وتكللت في الصحوة الثورة الإيرانية. نعم. وبعدها المجتمعات انقلبت، تغيرت يعني بشكل 90%. أنا أعتبره تم هني الاصطفاف الطائفي، الاصطفاف المذهبي، العرقي، القومي، يعني صارت مشاكل. وبالتالي رجال الدين لكي يحمون سلطانهم ويعني كراسيهم، يعني أول ما فكروا فيه المرأة. فأنت إذا قمعت المرأة، يعني هناك مقولة: إذا أردت أن ترى تقدم مجتمع ما، انظر إلى وضع المرأة فيه. إذا وجدت المرأة متفوقة لها مكانتها واحترامها، فتلقى المجتمع متفوق. لكن إذا وجدت المرأة مهانة ومزدرية وتعتبر درجة ثانية ويتم فرض الحجاب عليها وتنقيبها ومنحها من القيادة وغيرها، فهنا تلقى المجتمع سيء، المجتمع بليد، المجتمع يعتمد على إرث من الماضي، إرث القبلي الديني اللي استطاع فعلا في يعني في هذا الزمن أن يرجعنا سنوات بعيدة إلى الوراء. المرأة لها دور كبير، لها دور أساسي في تنمية المجتمع، لها دور في دعم أسرتها. هذا المجال الأول الضخم الكبير. الأسرة مجال كبير للمرأة، من يعني تربية الأولاد، تنشئة الأطفال، خصوصا في المراحل الأولى. يعني المراحل الأولى حاليا لو تنظر إلى مجتمعاتنا، يعني الأطفال ما بين الحالة التغريبية وما بين المدرسة وما بين أصدقاء يعني أصدقاء المدرسة وغيرها، هذا كله قاعد يؤدي إلى شتات، عدم وضوح، سيطرة التيارات الإسلامية عليهم، يعني نزعهم إلى منازع غير إنسانية، منازع العنف، منازع التطرف، الإرهاب وغيره. يعني كثير من المتطرفين الحين الموجودين الإرهابيين صغار في السن، يعني هذا شيء خطير. نعم. هذا شيء خطير. هذا دليل شنو؟ دليل أن المدارس الدينية استطاعت البث هذه الأفكار. غياب دور الأسرة التوجيه المرأة،
غابت المرأة عن التوجيه، لأنها يعني غالبيتهم يعني مثل ما نكرر مرة ثانية ما نعمم، لكن الغالبية العظمى الحين النساء للأسف يعني تم إهمال حقوقهم ودورهم، وتم قمعهم بشكل ديني، يعني اعتمادا على الدين واعتمادا على المفاهيم القبلية. طيب دكتور، الآن في ظل هذه الأوضاع، في ظل هذا اللي قاعد يحصل الآن في المنطقة، ألا ترى بأن نحن اليوم نعيش بنتيجة ما تم ضخه وزرعه بان ما يسمى الصحوة؟ بالضبط. يعني أنت ما يمكن تزرع نخل يطلع لك عنب، مستحيل يعني. فاحنا زرعنا الدين، زرعنا العادات والتقاليد، زرعنا العنف، زرعنا النقل والتقليد، ما زرعنا العقلانية ولا زرعنا يعني فلسفة التنوير، الحداثة، التسامح، قبول الآخر، ما زرعنا احترام معتقد الآخر. بالضبط، ما زرعنا هذه الأمور. فبالتالي يعني من المستحيل انعكس هذا على المجتمع. بالضبط يعني. على المجتمع. لذلك أعزائي المشاهدين، اليوم ترون هذا المجتمع كما أنتم ترون المجتمع اليوم كيف يعني متفكك طائفيا، يعني مفكك طائفيا، مفكك اجتماعيا، حروب يعني أصبح الأمر جد خطير على المجتمع يعني. بالضبط. يعني حتى وصلنا يعني في أسوأ يعني السيناريوهات ان حاليا قاعد توجه يعني دولنا الى دويلات طائفيه، يعني وياي بخالد هالمرحله هذه. يعني تتوقع احنا دولنا يعني ما راح تستمر مثل ما هي، راح نوصل الى دويلات طائفيه، يعني كنتونات طائفيه خطيره تمثل والله. يعني الكلام حقيقه يا جماعه اللي قاعد يقوله الدكتور عبد العزيز جد خطير، يعني لازم تنتبهون. يعني هل انتم قابلين بان تعيشوا بكنتونات طائفيه؟ هل أنتم قابلين أن تعيشوا بكنتونات قبلية؟ هل تستطيعون أن تعيشوا لوحدكم ككنتون شيعي، ككنتون قبلي، ككنتون مناطقي؟ هذا اللي قاعد هل ممكن يعني تعيشون في هذا الوسط المفكك؟ ومن زرع ذلك؟ يعني من زرع ذلك؟ لمصلحة من؟ هل هذا لمصلحة الشعوب العربية؟ لا طبعا مو مصلحة الشعوب العربية، لكن أنا أعتقد أن الشعوب العربية مشاركة فيه. يعني هو ما نحمل طرف دون الآخر. العملية في يعني مجتمعاتنا العربية عملية مشتركة، عوامل مشتركة. تبدأ من الأنظمة العربية، من الحكام، من الحكومات السياسية، وتبدأ أيضا من التعليم، أنظمة التعليم. دائما يعني التعليم هو أساس التنمية، يا أنه يوديك فوق يا أنه ينزلك إلى الانحطاط والحضيض. وثالث جانب هو كسل الشعوب العربية، خضوعها، استسلامها، خوفها. الشعوب العربية طالما هي تخاف من انها تطالب بحقوقها ما راح تنجح، يعني الحريه ما راح تنزل. بس دكتور للامانه يعني علشان ما نحمل الشعوب كل الاثم، يعني انت لا تنسى بان هذه الشعوب تعيش بين مطرقه الانظمه وبين سندان التيارات الإسلامية. بالضبط. وبالتالي الإنسان الطبيعي دكتور أيضا يبي يعيش، يبي يستمر بالحياة. أن نفكر تم ضربه من تكفيره من التيارات الدينية، وأيضا تم محاسبته من الأنظمة التي لا تريد أن يفكر. إذن الإنسان العربي الآن هو بين مطرقة الأنظمة وسندان التيارات الإسلامية التي تكفر كل من يختلف معها. بالضبط. حتى لو أنت تحلف بأغلظ الإيمان بأنك أنت، ويعرفون أن أنت مسلم ابن عن جد ومؤمن، وتحلف لهم على المصحف الشريف، ورغم ذلك يصدرون فيك الفتاوى التكفيرية. طبعا طالما انت. طيب الآن كيف يواجه الإنسان العربي البسيط المسكين الذي يشعر بأنه غير آمن؟ أنت تكلم، أنت تطلب، أنت تلقي اللوم عليه أو جزء من اللوم عليه بأنه ساكت. طيب كيف يجد هذا الإنسان مخرج
للخروج من عنق الزجاجة هذا اللي هو فيه؟ نعم، هي آلية التغيير آلية منهجية، يعني تحتاج إلى خطوات. إحنا للأسف يعني الخطوات الموجودة حاليا في مجتمعاتنا العربية محاصرة، سواء محاصرة من قبل الأنظمة اللي هي المؤسسات المجتمع المدني محاصرة، أو محاصرة من قبل التيارات الدينية الإسلامية اللي هي أفكار الحداثة والتنوير والعلمانية. بالتالي المواطن العربي ليس أمامه إلا القيام بتضحيات. بدون التضحيات ما راح نقدر نقدم شيء. المجتمعات الغربية على ما هي عليه اليوم الآن من هذا التطور، من هذا التقدم، من هذه الحقوق، يعني منظومة الحقوق اللي هي قاعد تعيش فيها. يعني أنت دكتور تطلب من الإنسان العربي أنه يضحي، يعني بدون تضحية ما راح يصير شيء. هو بالضبط يعني. لكن أيضا هناك في أيضا أساليب أخرى، في أساليب على الأقل من ضمن الأساليب أنك يعني أنت كمواطن عربي تشعر بهذا الانحدار اللي وصلنا له كمجتمعات عربية، على الأقل أنك تقول كلمة لا، على الأقل أنك أنت تدافع عن من يحمل وجهة نظرك، على الأقل أن تربي أبنائك بالتربية السليمة. بالضبط، انك لا يعني ان تعلمهم وتهذبهم اخلاقيا ودينيا بالشكل الصحيح يعني. بالضبط. هذه الوسائل موجوده، يعني استاذ انور، موجوده، ويعني الشعوب العربيه حاليا يعني قطاع كبير منهم يقوم بهذا العمل، يعني ربما يعني جميعنا يعني على تواصل بمواقع التواصل الاجتماعي. نعم. ونشاهد يعني نطلع على التغييرات اللي قاعد تحدث وعلى الدعم والتشجيع، ولكن الاسلوب هذا الاسلوب المدني السلمي، طبعا انا ما ادعو الى اسلوب ثوري دموي عنفي، طبعا هذا هذا مرفوض، هذا مرفوض، او لمرحله اخرى يعني لا ظروف اخرى يعني تختلف عن الظروف الحاليه. لا، انا خليني اقول لك يعني انا اعزائي المشاهدين يعني لابد ان يكون هناك في فهم ووضوح في هذا الامر. صحيح نحن الليبراليين العلمانيين نطالب بالتغيير ونطالب بالافضل ونطالب بالاحسن، ولكن نرفض رفض قاطع وبات استخدام العنف باي وسيله بما فيها الوسيله اللفظيه لتحقيق هذا التصور، الوصول الى مجتمع مدني، الوصول الى مجتمع علماني. فاهم قصدك استاذ، يعني نرفض رفض الدكتاتوريه العلمانيه الدكتاتوريه مرفوضه نعم. لانها ما راح تحقق اي نتيجه. نعم. لان الوعي اذا ما كان مؤسس من المجتمع نعم. فما راح يتاسس مع الدكتاتوريه علمانيه. ليش؟ لان العلماني الدكتاتوري بزواله يزول هذا الوعي كما بالضبط يعني مثل ما حصل بتونس، مثل ما حصل في حاليا الان. نعم. تسمح لي دكتور، لان ايضا انت يعني الشيء بالشيء يذكر. كثيرين من اعزائي المشاهدين يضربون مثل في نظام بورقيبه وبن علي وعلي عبد الله صالح وبشار الاسد انهم علمانيين، ونشوفوا هذول يوصلون هذول يعني هذه انظمه علمانيه، هذه انظمه ليبراليه، وهي بالحقيقه يعني ليست أنظمة علمانية وليست أنظمة ليبرالية، هذه أنظمة استبدادية دكتاتورية. وبالتالي من الإجحاف أن يقال بأنها أنظمة ليبرالية أو أنظمة هذه، لأن من أول شروط الأنظمة الليبرالية العلمانية هي الديمقراطية وتداول السلطة، أحزاب وأحزاب قائمة على أسس مدنية، على أسس نهضوية، على أسس لا تقوم على أسس دينية. بالضبط. مستحيل أن تقوم تقبل هذه العلمانية بأن تقوم أو الليبرالية أن يكون هناك في أحزاب دينية التي هي بطبيعتها أنها أحزاب طائفية، لأن هي أحزاب دينية لطائفة معينة ومذهبية لمذهب معين، وبالتالي لا يمكن أن تحتوي هذه الأحزاب الطائفية أو الدينية أي مكون أو أي صاحب مذهب آخر داخل هذا الحزب. وبالتالي يعني
كيف نتصور هذا الواقع؟ التغيير مو سهل يعني، ولن يكون صعب أيضا بنفس الوقت يعني. هو يعتمد على الوعي. احنا ما نبثه من وعي، من بذور تنويرية يعني أنا أعتقد أن ما راح نحصد ثمارها يعني جيلنا الحالي. نعم. لأن هني في معارضة كبيرة، يعني غالبية الجيل الشباب حاليا متردد، خائف من انطلاقة هذا الفكر، خائف من يتهم بأنه يعارض الدين، بأنه يسب الدين. يعني أنت ذكرتها وأنا أكرر بعد أيضا بأن العلمانية والليبرالية أبدا يعني وغير صحيح أنهم يحاربون الدين، هم فقط يرفضون أن يكون الدين هو المشرع في الدولة أو وسيلة للوصول إلى استغلالها للحكم أو غيره. يعني الليبرالية منهج فكري يقوم على الحريات الفردية وعلى احترام الحق العام وعلى احترام الملكية وغيره، والعلمانية فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وعن مؤسسات المجتمع. نعم. حتى نرتقي يعني الدين لا قدسيته لا روحيته. نعم. أنا ما أقدر يعني أجيب الدين وأحطه داخل بالسياسة. تجار الدين ايش كثرهم يستغلون. هل حاليا الحين رجال الدين اللي نسمع عنهم في القنوات الإعلامية ونسمع عنهم في الأخبار أن إمام مسجد يغتصب طفلة، إمام مسجد مرتشي، طبعا أنا راح أقول لك هذه أو يعني حالات شاذة وحالات غير هذه لا يمكن القياس عليها، لكن أعدادها كثيرة. أنت علشان تحفظ قدسية الدين وتحفظ هذه الطقوس. بعدين أقول لك هذه نفس حتى رجال الكنيسة الآن يعني رجال الكنيسة يتهمون. بس إذا أعزائي المشاهدين يعني هي ليست قاعدة وليست هذا. هناك في استثناءات، هناك في حالات شاذة كما يقال يعني دائما يتهم. حتى لما يعني يردون علينا على موقعنا في التويتر موقع التنويريين دائما يقال يعني إن يمسكون حالة ويشبهون بأن هذا هو الليبرالي، بأن هذا الليبرالي. لا طبعا لا. وبنفس الوقت عندما يرتكب أحد الجماعات الإسلامية من قتل وتدمير وسبي والى آخره يدافعون عن بالقول بأن هذا لا يمثل الإسلام، لا يمثل. إذا نحن الآن في مرحلة من مراحل تاريخنا الطويل العربي الإسلامي نمر في مرحلة دكتور، وهذا اللي أنا الحقيقة قبل لا ننهي هذه الحلقة أود أن يعني تكلمنا عن دور هذه النقلة في 3 دقائق بس. نعم. نعم. يعني هذه النقلة، المرحلة المخاض الذي نمر فيها الآن بالضبط. ما بين يعني الآن كثيرين يقولون بأن داعش لا تمثل الإسلام بالضبط، بأن الأخوان المسلمين لا يمثلون الإسلام، بأن فلان لا يمثل الليبرالية. نعم. فلان لا يمثل العلمانية. نعم. فهل نحن الآن في مرحلة إعادة تقييم مع مرحلة تكوين فكر جديد؟ لا يعني احنا المرحلة الحالية اللي قاعد نعيشها هي مخاض يعني مرت في أوروبا يعني بعصور الظلام. نعم. قبل لا ينتقلون إلى الحداثة وعصر الثورة الصناعية وغيرها. المرحلة اللي قاعد نعيشها يعني مؤشراتها واضحة، حروب مذهبية طائفية يعني ضخمة، دماء تتناثر بسبب مذاهب إسلامية. هل أنتم أعزائي المشاهدين يعني تنتظرون هذه الفكرة اللي طرحها حروب مذهبية القابلين أنتم تدخلون في هذا الأمر؟ احنا قاعد نعيش أستاذ أنور يعني مو شيء احنا يعني قاعد نتنبأ فيه. ماذا توجه بهذه الجزئية؟ ماذا توجه السادة المشاهدين الآن لتدارك هذا الأمر؟ لأن الحرب الطائفية لن يطلع منها أحد. لا لن يطلع فعلا. هو الحل الوحيد هو بالحريات. هو إطلاق الحريات تماما. الحل الوحيد في السماح بفلسفة التنوير، السماح بالعلمانية، دراسة العلمانية يا أخي لا تطبقها. احنا خلينا نقول ان تو الناس يعني كمجتمعات عربية احنا ما نبي نأخذ التجربة الغربية ونطبقها في مجتمعاتنا العربية. هذا ايضا اتهام، يتهموننا انت كعلماني عاوز تجيب لنا تجربة اوروبا وتقطها هنا علينا وتعال سوا. ابدا غير صحيح. احنا عندنا خصوصية واحنا عندنا تراث ايضا، عندنا ابن رشد وعندنا الحلاج وابن
المقفع وابن سينا وغيره، علماء كبار قدموا رؤية جديدة، رؤية تقوم على الإنسان، رؤية تقوم على أن الدين موجود وأن الدين عبادة وطاعة وتقرب إلى من تعبد. ولكن في الشأن العام، في شأن الدولة، هناك أمور أخرى، هناك منهجية دولة، هناك إدارة، هناك مفاهيم المواطنة والمساواة والعدالة. هذه لها آلياتها ولها طريقتها ولها منهجيتها. بالتالي يعني أعزائي المشاهدين، نكرر مرة أخرى بأن فلسفة العلمانية ومبادئ التنوير والحداثة أبدا ليست موجهة لك، وليست موجهة ضدك، وليست موجهة إلى دينك ومعتقدك. صحيح. هي موجهة لتجار الدين، لهؤلاء الذين استطاعوا خداعكم بأن العلمانية ضد الدين. العلمانية ليست أبدا ضد الدين، هي للإنسانية، هي مفاهيم كونية. على كل حال أعزائي المشاهدين، العلمانية كما قال الدكتور عبد العزيز الجناعي ليست ضد الدين، وليس ضد أي مكون من مكونات المجتمع، لا بل هي العلمانية والليبرالية هي التي سمحت بانتشار المساجد في أوروبا والدول العلمانية التي كفلت هذا الحق لكل مواطن أن يمارس دوره وطقوسه وشعائره الدينيه. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أشكر الدكتور عبد العزيز الجناعي على ما تفضل به، وأشكر حسن استماعكم، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله في قناة التنوير. شكرا، مع السلامة. شكرا دكتور.